في الاغلب انت هيكون شغلك كويس لو انت بتشتغل كفريلانسر. بالذات انا بكلم الناس طبعا اللي بتشتغل مونتاج، موشن جرافيكس، او حتى دينتال موشن جرافيكس، بما ان الناس يعني اللي معايا في الكورس وكده. بس الفكره كلها ان انت مش بتعمل باكجينج كويس لشغلك. يعني ايه بقى باكجينج، وليه ممكن تعمله، او ليه الافضل ان انت تعمل باكجينج؟ بكل بساطه لان عامه العين بتاكل قبل البق، يعني ده في الاكل وفي كل حاجه بصراحه. يعني ان انت او عامه الباكجينج ده اللي هو ايه، ان انت بتغلف او بتبلور الخدمه اللي انت بتقدمها، يعني بحيث انها تكون طالعه شكلها احسن. طيب انت ليه بتعمل كده؟ بكل بساطه لان الناس بتفكر بنفس الطريقه، يعني كسايكولوجيكال وايز الناس بتفكر بنفس الطريقه. طيب ازاي تعمل باكجينج بقى؟ بكل التفاصيل اللي انت ممكن تعملها، ان انت بتقسم الخدمه بتاعتك لثلاثة كاتيجوريز. طيب ليه ثلاثة كاتيجوريز؟ لان انت الناس زي ما قلت لك بتفكر بنفس الطريقه. ممكن حد دلوقتي يقول لي لا انا بفكر بطريقه مختلفه. لا، انت هيضحك عليك وهتفكر بنفس الطريقه لما تشوف اعلان او لما تشوف اعلانات بشكل معين. وبتختار حاجه معينه لسبب معين بيكون في دماغك، انت بتبقى فاكر ان انت اخترته للسبب الخاص بيك انت بس بصراحه هو الناس كلها بتبقى مختاراه لنفس السبب او لنفس الاسباب المشهوره يعني. تمام. طيب فانت الباكجينج دي ليه انت ممكن تعملها ثلاثة؟ لان برضو كسايكولوجيكال وايز الناس بتحب تختار بنفسها. وليه هما ثلاثة مش أربعة، وليه مش اتنين؟ لأن أنت في الأغلب هتعمل تريكاية، إن دي هتكون البيسك بلان، دي اللي هي في النص، ودي يعني اللي هي ممكن تسمي دي مثلا مبتدئ، ودي مثلا احترافي، ودي مثلا خبير، باقة الخبير مثلا. طيب ليه بقى؟ لأن في الأغلب الكلاينت لما يجي يختار هيبص أول واحدة دي إن هي رخيصة، مش هيختارها. وهبص لاخر واحده ان هي اغلى واحده، برضو مش هيختارها. هو دايما هتلاقيه بيحب يختار اللي في النص، اللي هو يكون في السيف زون. فانت هتحط له في الاول آه ايه الحاجات البيسك. الحاجات البيسك دي اللي هي الخدمه بتاعتك ما ينفعش تقل عنها. يعني انت ما ينفعش مثلا تكون انت بتعمل مثلا مونتاج فيديوهات، ما ينفعش تكون في الباقه البيسك دي ان انت تقول له انا هعمل لك نص الفيديو. لا طبعا، هي البيسك دي اللي هي بتقدم كل حاجه، ان الخدمه تكون ناقصه لو انت ما قدمتهاش. فطبعا ده مهم جدا. تمام. طيب، طب هنفترض ان احنا دلوقتي هنعمل مثال. تمام، تعالى نعمل مثال مع بعض. انت مثلا في الباقه البيسك مثلا، لو هنقول ان احنا هنعمل على فيديو واحد، وانت ممكن تطبق الطريقه دي على كذا فيديو، ده طبعا هيكون احسن. ممكن على فكره ابعت لكم لو حد عاوز ان مثلا ابعت له كمثال بي دي اف او حاجه ي- يطبق عليه، مفيش مشكله. ممكن تكتب كومنت وهبعته لك يعني. بس بكل بساطه ان دي مثلا البيسك، فانت بتقول له والله ان انت مثلا هعمل لك وان فيديو مثلا. طبعا كله هيكون وان فيديو. هنا انت ليك تو اديتس بس، يعني انت تطلب تعديل مرتين فقط. مثلا الفيديو بيخلص في 5 ايام، 5 days. طيب في الباقة اللي هي اللي في النص، هتاخد كل الموجود في تير 1. تير 1 اللي هي طبعا دي، انا هتاخد كل حاجة موجودة في البيسك، بالاضافه مثلا ان انت يعني هستخدم اي اي في الفيديو. طيب ليه الفيديو الاي اي بيحتاج فلوس اكتر؟ لان والله الاي اي ده مثلا ممكن يكون ليه سبسكريبشن، فانا بدفع فلوس من جيبي اكتر، فماشي حلو قوي. هنا والله انت مثلا يكون ليك مثلا بدل 2 اديتس يكون ليك مثلا 4 اديتس، حلو قوي. بدل ما الفيديو هيخلص في 5 ايام، لا ده انت والله هنخلص لك الفيديو في 3 ايام او يومين. طب هنا هتاخد كل حاجه دي، هتاخد كل حاجه في الاتنين اللي فاتوا، كل حاجه في الاتنين اللي فاتوا. ايه الزياده مثلا؟ والله انت ممكن مثلا الزياده ان انا الايديت مثلا unlimited، يعني الايديت عادي على طول بشكل لا نهائي، تقدر تعدل براحتك. طبعا ده هتكون غاليه جدا، فعادي بقى ممكن تديله الاوبشن ده، ان مثلا الفيديو هيخلص في يوم واحد، وممكن تزود عليه حاجات تانية. بس دي كده بكل بساطه وبكل اختصار ان انت هتقدم له، هتبين له ان انت والله لا ده انا شخص، انا عارف انا بقدم ايه، انا عارف انا بسعر شغلي ازاي. آه وبناء عليه انت هتختار على حسب التسعيره اللي انا بقدمها لك. وفي الاغلب هو لو اختار على فكره البيسك، يعني ممكن حد مثلا يقول طب افرض اختار البيسك، عادي جدا، ده بالعكس، ده هو كده اختار ارخص حاجه، فهو بالنسبه له عارف اللي هو ايه. عارف انت لما تختار ارخص حاجه، مثلا رايح تشتري حاجه من محل فتختار ارخص حاجه، فانت بتحس كده اللي هو عارف ساعات بيجي لك احساس كده بالخزي، مع ان ده طبيعي عادي، انت ممكن تشتري اللي انت عاوزه، بس ساعات كده يجي لك احساس بالخزي اللي هو يعني فاهم اللي هو معلش انا تعبتك في ده كله واخترت فاهم ارخص حاجه موجوده. فهو ده بالظبط اللي ممكن يحسه، اللي هو اصلا مش هيكون ليه فاهم خلق ان هو يعدل حاجات كتير،
هيبقى حاسس ان هو فاهم ان انت عامل معاه واجب يعني. بس فهي دي الفكره كلها. ونشوفكم في فيديو جاي باذن الله. انا عارف ان انا طولت في الفيديو ده بس مش مشكله. اتمنى تكون الفكره وصلت. بس كده، سلام.